مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد ومنتابع فقراتنا، حيث نحرص جميعنا على المحافظة على نظافة بيوتنا ونقاوة أسرتنا وأفرشتنا، طبعا للشعور بالراحة والطمأنينة، ثم لتفادي الأمراض والحساسيات التي قد تنتج عن بيئة غير صحية. ولكن اليوم قد تكون هذه الجهود غير كافية، حيث توضح بعض الدراسات والاختبارات أن الكثير من الحشرات والبكتيريا تعيش في منازلنا لكننا لا نراها. ما هي هذه الحشرات وكيف وصلت إلى سرير غرفة نومنا وما مدى تأثيرها على الصحة؟ طبعا في البداية حنتابع التقرير التالي للزميل صبحي عطري اللي هو بخوض في تجربة عملية لاكتشاف ماهية هذه الحشرات، ومن ثم نعود للنقاش مع ضيفي في الاستديو. مساء الخير. كلياتنا ببيوتنا اكيد في عنا غرفه نوم، وغرف النوم عاده بيكون فيها موجود سرير. مثل ما شايفين شكل الفراش هون نظيف، ولكن اللي ما بنعرفه انه بقلب هذا الفراش اللي هو شكله نظيف من برا في مجموعه من البكتيريا والحشرات بتعيش معنا وبتنام معنا. لنتعرف عليها أكثر معنا سامر. تسمى هذه الحشرة عثاء الغبار. هي حشرة تعيش داخل الأسرة والمخدات والفرشات والكنب والستائر والألبسة أيضا. عشان تتأكد أنت انه الحشره بتموت، طبعا هذه مخلوقه من دم، هحط لك اياها على السنتة وبتشم ريحه الشعيط تبعها.